أحد الأفلام اللي أنا شايف إن هو كان واحد من أجمل الأفلام في السينما المصرية وما خدش حقه، كان فيلم المهاجر ليوسف شاهين. يوسف شاهين. الفيلم ده كانت العقبة بيني وبينه هي لغته. دميانة هنشوفها في رمضان؟ أتمنى إن شاء الله إن هي تلحق رمضان 2025 الجاي. ولا 2026؟ لا 26 إن شاء الله. بعتقد إن أكتر حاجة حببتني في التاريخ هي الآثار. أنا شايف الرواية التاريخية أصعب أو مرحلة أصعب من كده، لأنها تستلزم أولا معايشة، فهم، قراءة كبيرة جدا، وتكوين رؤية. أنا ليه برجع للتاريخ؟ أنا بيبقى في عندي مسؤوليات دي بتتحط، يعني مثلا عندي في اليوم ده في محاضرة في الجامعة، عندي يوم لستة عمليات، كل يوم عندي بالليل في عيادة بتبقى موجودة. يعني أنت مش من مدرسة أديبنا الكبير نجيب محفوظ اللي كان بيخصص ساعات محددة كل يوم هذه رفاهية لا أعتقد أن كتاب هذه الأيام يملكوها. لا يملكوها إطلاقا. يعني إحنا لا نملك هذه الرفاهية. أنا ما أخدتش قبل كده ولا ورشة كتابة، ما أخدتش قبل كده ولا حضرت ولا قريت كتابة كيف تكتب رواية ولا كيف تكتب قصة قصيرة. أنا أريد أن أثير فكره، لا أريد أن أثير حيرته. ضيفي النهاردة في رواية بودكاست شخصية مميزة جدا، طبيب جراح عشقه للتاريخ قاده لبوابة الأدب في خلال سنين قليلة جدا، وبالتحديد من سنة 2021 لحد النهاردة عامل ضجة كبيرة جدا في الوسط الأدبي في مصر والعالم العربي. ضيفي النهاردة اللي بتشرف وفرحانة جدا إنه معانا في رواية بودكاست هو الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. أهلا بيك يا دكتور أسامة. أهلا بيك دكتورة نوال، وسعيد بوجودي في المؤسسة المصرية وفي روايات بودكاست ومع حضرتك، ومبسوط جدا بالفرصة دي. أنا أسعد يعني جدا وفرحانة فعلا بهذا اللقاء على مستويين، المستوى الشخصي والمستوى المهني. ونبدأ الحوار بقى عشان اللي بيشوفونا مش عايزة أحرمهم من إن هم يسمعوك. الحقيقة يعني إحنا قرينا لك لكن عايزين نسمعك بقى. أول سؤال حابة أسأله لك من كلمتين: من أنت؟ من أنا دكتور أسامة الشاذلي زي ما حضرتك قدمتي. أنا إنسان، ده رقم 1. رقم 2 إنسان مصري. رقم 3 أعمل في مهنة بحبها جدا وهي مهنة الطب، وتحديدا في مجال جراحة العظام، وفي تخصص دقيق هو جراحات القدم والكاحل. كاتب. عرفني جمهور القراءة من خلال الروايات اللي صدرت مؤخرا. فده باختصار من أنا، بالإضافة إلى بقى أب وزوج طبعا وأب، ويعني دي كل المؤهلات الشخصية. حاجات كتيرة قوي. دكتور أسامة، أنت بدأت في عهد دميانة بمفتتحين، أحدهما للمحي الدين ابن عربي والتاني للدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي. الحقيقة أنا قريتك أو حسيتك قوي، حسيت بمفهومك أو رؤيتك للحياة من خلال المفتتحين دول. ممكن تقولهم لنا؟ هو أنا بدأت الرواية في بيت شعر ابن عربي، وهو بيت شعر مشهور جدا بيقول: أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. وكما هو واضح يعني هو مؤمن بقصة الحب المطلق الذي يجمع بين البشر جميعا. وكان هناك أيضا مفتتح أنا كتبته: كوني مصريا يجعلني أنتمي إلى 100 مليون مصري، كوني عربيا يجعلني أنتمي إلى نصف مليار عربي، وكوني مسلما يجعلني أنتمي إلى 1.5 مليار مسلم، وكوني إنسانا يجعلني أنتمي إلى 8 مليارات من البشر. ففي الحقيقة هو ده يعني جزء يعبر كثيرا على ما أعتنق وما أفكر فيه، هو فكرة الإنسانية. فكرة كوني إنسانا يجعلني أنتمي إلى الجماعة الأكبر أو القاعدة الأكبر من الكون بتاعنا، وليس فقط إلى جماعة محدودة. البشر يعني بالزبط. أنا الحقيقة وقفت قوي عندها وحسيت قوي بعمق الرؤية اللي شجعتني، أو يعني
شوقتني إن أقرأ بقى الرواية اللي أنا أول ما بدأتها ما عرفتش أتوقف إلا في نهايتها يعني. طيب عشق التاريخ يا دكتور أسامة هو اللي قادك إلى الأدب. إزاي بدأ وإمتى؟ يعني هل في الطفولة، هل في الشباب؟ يعني محبتي للتاريخ من زمان قوي، من صغري، يعني أقدر أقول حتى من أيام المدرسة وحصص الدراسات والتاريخ، وكنتش أكتفي أبدا بدرس التاريخ اللي كنا بناخده. كنت بحب جدا إن أنا أقرأ في الحقب التاريخية اللي احنا بندرسها من مصادر تانية ومصادر أكبر يعني. ولكن بعتقد إن أكتر حاجة حببتني في التاريخ هي الآثار. مم. أنا كنت ساكن في منطقة المقطم من صغري، وكنت بدرس في أوقات الصيف في وسط البلد في عمارة يعقوبية، وكنت تقريبا كل أجازة باخد كورسات هناك، وكنت أنزل بالمواصلات عند منطقة القلعة، وبعد كده أمشي بقى في الشارع من القلعة لحد وسط البلد مشي آه، تقريبا 3-4 مرات كل أسبوع طول فترة الأجازة. فكنت كان أعدي على كان الآثار. سنك قد إيه يا دكتور أسامة؟ كنت ساعتها أنا بدأت القصة دي وأنا في تالتة إعدادي. تالتة إعدادي. وقعدت طول فترة ثانوي المشوار الأسبوعي ده بروحه في فترة الأجازة. مم. كان كل مرة أعدي من شارع شكل، مرة أعدي من شارع مثلا محمد علي والخليفة والسلطان حسن والرفاعي، وأوصل لحد العتبة، أشوف مرة الضرب الأحمر، الجمالية، المناطق القديمة اللي فيها آثار كتير أوي، شارع باب الوزير، شارع المحجر، كل الأماكن دي الآثار دي كنت بعدي عليها بصورة مستمرة. بدأ الأمر إن أنا إيه المكان ده، أعرف الاسم، أبدأ أقرأ عن الاسم، أبدأ أتعمق في دراسة الأثر، في دراسة الأحداث التاريخية اللي حوالين الأثر، لما تشكل شوية جزء من اهتمامي بالتاريخ من خلال الآثار. يعني دي كانت أكتر حاجة شدتني ناحية قراءة التاريخ يعني. طبعا بني آدم في الأول بيبدأ يقرأ في التاريخ كمعرفة، بعد كده بيبدأ في التاريخ يقرأ في التاريخ كفلسفة، مم. لأن التاريخ درس، ودرس كبير جدا ومعلم. وبعد كده بعد قراءات كثيرة بيبدأ يكون وجهة نظره في هذه التاريخ، وجهة نظره الشخصية. يعني احنا بنقعد نقرأ كتير، الحاجات اللي بنقراها دي بتكون بقى رؤية لينا للأحداث التاريخية، ممكن تكون مخالفة لما هو سائد أو لما هو معروف. يعني كلام حضرتك يعني بيقودني لسؤال تاني كده. هل فعلا التاريخ يعيد نفسه من خلال قراءاتك وتعمقك في التاريخ؟ هل دورة التاريخ دايما بتتكرر يعني؟ إلى حد كبير، لأن أنا بعتقد إن الإنسان يعني أسير سجن كبير قوي اسمه السجن الجيني. السجن الجيني ده هو بيخليه ماشي على طريق زي ما يكون ديستني كده، أو طريق هو ماشي عليه غصب عنه. مم. فكتير كتير جدا من الأحداث اللي احنا بنقراها في التاريخ لما بنيجي نسقطها على الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي بنلاقي نفس القصة. مم. يعني ولهذا يعني كانت الروايتين اللي أنا كتبتهم هي ما بعتبرهاش روايات تاريخية، لأنها بتعبر عن مشاكل احنا عايشين فيها في واقعنا الحالي. مم. فكرة التيه المجتمعي اللي كانت موجودة في رواية أوراق شمعون المصري، مم. أو فكرة الصراعات بين الهويات المختلفة اللي موجودة في رواية عهد دميان. الفكرتين دول هي فكرة قديمة حديثة ولا تزال موجودة لحد دلوقتي، ومتجددة. وأعتقد متجددة وستظل نعاني منها لفترة طويلة. هل توقعت يا دكتور أسامة النجاح الكبير لروايتك الأولى أوراق شمعون المصري؟ لا، في الحقيقة يعني إن هي تصل لهذه الدرجة من الانتشار، وإن يبقى فيه احتفاء كبير بيها قوي كده، ما كنتش متوقع. ربما لبست يعني أيام ما كنت أنا في بداية أوراق شمعون المصري كنت بنشرها في حلقات على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على صفحتي يعني. فكان في تفاعل، يعني لا أنكر إن كان في تفاعل، في اهتمام، الناس منتظرة الحلقات، بيبقى في نقاش كبير على كل حلقة بتنزل عن الشخصيات، مين دول، مين حقيقي، مين مش حقيقي، إيه الأحداث الحقيقية وإيه الأحداث المتخيلة. كان يعني في تفاعل كبير بيني وبين الناس اللي بنشر حضرتك لهم يعني. يعني اخترت طريقة في النشر. هل كنت عايز تجس نبض القارئ يعني قبل ما تنشر نشر رسمي يعني للرواية؟ يعني لا أخفيك سرا، أنا ما كانش في بالي قوي موضوع النشر الاحترافي. يعني أنا كنت بكتب كنوع من أنواع الهواية،
حبي للكتابة، أنا عايز أعبّر فباكتب وبانشر، وحتى كنت باحطها على الفيسبوك ما كانش هدفي جذب يعني متابعين أو followers أو حاجة، أكتر من أنا حابب إن أنا باكتب حاجة وباعرضها، ولكن باحس دايمًا الحاجة بتتعمل بإخلاص، أنتِ بتعمليها وأنتِ بتحبيها، بتلقى صدى، يعني الناس بتبدأ طبعًا. تتجاوب معاها. فجات قصة نشر الرواية بعد كده جاءت يعني مصادفة بحتة، إمم. يعني حكيتها كتير قبل كده، إن يعني وصلت الرواية في النهاية للأستاذ هاني بمصادفة بحتة يعني، إمم. وقام بنشر الرواية. فعلًا أنا اندهشت من رَد سرعة الفعل. الانتشار، من رد رَد الفعل. الفعل كان قوي جدًا. رد فعل قوي ورد فعل من مستويات مختلفة إمم. ومن أعمار مختلفة ومن أجيال مختلفة وفي أماكن مختلفة، يعني إن يكون في اهتمام بالرواية في المغرب العربي، اهتمام بالرواية في السعودية بصورة كبيرة جدا، اهتمام بالرواية في الإمارات في الكويت، يعني تقريبا مفيش دولة عربية إلا ما وجهت لي دعوة علشان يتم، من مراكز ثقافية كبيرة قوي لمناقشة الرواية. وده يعني يدل على أن الرواية لمست شيئا لدى بالضبط. الجمهور العربي، إمم. شعورنا بأن في قضية ممكن تكون من التاريخ أو من داخل التاريخ، ما زلنا نعاني من أثرها حتى الآن، قضية الصراع العربي الإسرائيلي اللي هو قديم جدا وما زال مستمر، وفهم أبعاده وفهم خلفياته كان يتطلب العودة إلى البدايات، كيف نشأ هذا المجتمع، كيف تكونت الشخصية اليهودية في بدايتها الأولى لتصل إلى هذه المستوى أو هذه الدرجة من التوحش في عصرنا الحالي. إمم. ففي اهتمام كان كبير قوي برواية أوراد شمعون المصري، ولما جاءت رواية عهد دميانة برضو سعدت بهذا الاهتمام والاحتفاء بها، لأنها برضو وضعت يدها على قضية إحنا متأثرين بيها دلوقتي، الصراعات بين الهويات المختلفة. السؤال اللي انت بدأتي بيه البودكاست، إمم. من نحن؟ إمم. وده سؤال مهم جدا، يعني إمم. السؤال ده سؤال يحمل في طياته خطورة. أمين معلوف في كتاب المشهور الهويات القاتلة كان بيقول: لم أجد أخبث ممن يسألني من أنت. إمم. يعني هذا السؤال يتبعه على طول تصنيف. بالضبط. إذا سألك شخص من أنت، هو يريد أن يصنفك. إمم. من أنت ده، وتختلف حسب السائل وتختلف حسب ظرف السؤال. إذا سألتك من أنت وأنت في موضع تحقيق مثلا، إمم. الإجابة ستتحسسي الإجابة من أنا، يعني أنت في موقع تحقيق. أو لو سألتك من أنت في وقت صراع، أي كلمة سوف أنطقها ستضعني في دائرة قد تكون في خصومة مع الشخص السائل في وقت من الأوقات. بالضبط. فيعني كان قصة الهوية هي قصة مهمة، قديمة حديثة أيضا، لمست لدى القراء في عهد دميانة يعني وترا حساسا، فكان في تفاعل كبير معه. حضرتك مهموم جدًا بقضية الهوية والإنسانية، يعني باحس إن هُم القضية المحورية في الروايتين يعني. فطبعًا يعني إحنا في أمَس الحاجة لإن إحنا نعرف من نحن فعلًا يعني في وسط كل هذا يعني التخبط التخبُّط الكبير، الرهيب تخبط خاصةً في كبير الفترة الأخيرة، يعني زادت ما حدة بين يعني في الصراع والتوتر بشكل يخلّينا فعلًا ندوّر عن هويتنا. في قضية، يعني هي ما بين محاولة محو الهويات حاليا، إن الناس كلها تصبح يعني كوبي بيست إمم. من أول الصين لحد الولايات العولمة. المتحدة، العولمة إمم. المتوحشة التي تمحو الهويات ولا فعلًا. تحافظ على التنوع، وما بين التعصب للهوية إلى درجة الانغلاق إمم. وعدم رؤية أي قاسم مشترك مع الآخرين. أنا أعتقد أن الحضارة يجب أن تكون نسيج يجمع التنوع وفي نفس الوقت يحترم الاختلاف إمم. ويحترم هذا التنوع. ودي ربما هي يعني أكتر حاجة بتشغلني في الكتابات أو بأؤكد عليها في الكتابات. في سؤال برضه في بالي إنه حضرتك اخترت في عهد دميانة 15 سنة هم كانوا من يعني أدق المراحل التاريخية اللي مرّت بيها مصر في عصر في القرن ال12 وفي عصر الحكم الفاطمي يعني. يعني ليه اخترت الفترة دي؟ و وليه الشخوص بتاعتك
أساميها فيها غموض، يعني بيكتشفها القارئ في ال في في يعني أثناء في القراءة. نهايات الرواية أو في الدولة الفاطمية يعني حكمت مصر حوالي تقريبا 200 سنة. أول 100 سنة كانت الدولة الفاطمية فيها فترة ازدهار، وكان في فترة عمران، وفي فترة إلى حد كبير نوع من أنواع التسامح. ثم جاء العصر الثاني من الدولة الفاطمية، وده تحديدا بعد الشدة المستنصرية، لما ابتدى عصر اسمه عصر الوزراء. وفي هذا العصر كان الخليفة ليس له دور فعال، ولكن الوزراء هم من يتلاعبون بالدولة. مم. وده طبعا فتح المجال والباب لوجود صراعات كثيرة جدا. في هذا العصر تغيرت مصر تغير كبير جدا بسبب تعدد الهويات. فهنلاقي مثلا في هذا العصر تغيرت التركيبة السكانية بسبب الوافدين من المغرب، الوافدين من الترك، الوافدين من السودان، الوافدين من قبائل عربية كتير. يعني ناس كتيرة ما تعرفش مثلا قبائل زي هوارة وبني هلال وابو زيد الهلالي والحاجات اللي احنا بنسمعها دي جت لمصر في عصر الدولة الفاطمية. قبائل مغربية زي زويلة وكتامة وسنهاجة، والقبائل دي كلها جت إلى مصر في الدولة الفاطمية. في قبائل سودانية كتير جدا في عصر الخليفة المستنصر جد، لدرجة إن أم الخليفة المستنصر السيدة رزق استقدمت 50,000 جندي سوداني للاستقواء بهم والتحكم في من يتولى الوزارة. أيضا كان في العنصر التركي، كان في صراع ما بين الشرق والغرب. بداية الحروب الصليبية بدأت في عصر الأفضل بن بدر الجمالي، وكان في صراع بين الشرق والغرب. ضيفي بقى على كده الصراعات المذهبية، عندك صراع بين السنة والشيعة، صراع بين الكاثوليك والأرثوذكس، صراعات متعددة عرقية قومية دينية مذهبية. كل ده يجعل الإنسان بقى اللي عايز يقول لنفسه من أنت يتحسس رأسه وعنقه، لأنه أنا من أنا في ظل هذا الصراع. هتبقى في مشكلة كبيرة قوي. فأنا اخترت هذه الحقبة لأنها نموذج يعني يعتبر فج جدا لقصة الصراع على الهويات، كما كان اختياري في أوراق شمعون مصر قصة تيه بني إسرائيل نموذج فج جدا للتيه المجتمعي، اللي هو تيه بني إسرائيل يمثل أكبر نموذج للتيه المجتمعي، التيه 40 سنة اللي هم تهودا. فيعني مهم لكاتب الرواية التاريخية إن هو اختيار أو توظيف التايم لاين اللي هو هيشتغل عليه، إن هو يخدم الفكرة اللي هو بيطرحها. هل يعني الكاتب، يعني نصيحتك للكاتب اللي هو هيتخصص أو هيكتب رواية تاريخية، إيه الأدوات اللي لازم تكون معاه، يعني مفاتيح اللي لازم يستخدمها أو الريسيرش اللي لازم يعمله، أو يعني نصيحتك إيه لأي حد مقدم على هذا النوع من الأدب؟ سؤال جميل جدا. الرواية التاريخية، من يبدأ في الرواية التاريخية مش المفترض إن هو هيبدأ يقرأ في التاريخ علشان يكتب رواية. الكتابة تأتي مرحلة متأخرة جدا بعد مراحل كبيرة من القراءة، من هضم ما تم قراءته وفهمه وتكوين رؤية مختلفة أريد أن أطرحها من خلال تطرقي إلى التاريخ. ولكن فكرة أن أنا أكتب رواية تاريخية، عايز أكتب رواية تاريخية النهاردة فأنا هفتح المراجع وأبدأ أقرأ وأبدأ أوظف في الأحداث التاريخية، هيطلع شيء دراسة مش رواية. هيطلع دراسة، هيطلع نوع مشوه، هيطلع نوع ملوش علاقة بالتاريخ، ومجرد أنا زينت بس زينت الشخصيات الدرامية اللي موجودة عندي ببعض الأطر التاريخية. ولكن لا، أنا شايف الرواية التاريخية أصعب أو مرحلة أصعب من كده، لأنها تستلزم أولا معايشة، فهم، قراءة كبيرة جدا، وتكوين رؤية. أنا ليه برجع للتاريخ؟ ليس الهدف من الرواية التاريخية حكي ما هو تم حكي وما هو معروف في الكتب التاريخية، لا، أنا بقدم خلاصة أو عبرة أو وجهة نظر فلسفية مختلفة بطرحها في صورة حية، في صورة درامية تجذب القارئ وتخليه يقرأ التاريخ بصورة تانية مختلفة. وده عظمة الرواية التاريخية، إن أنا أقدر إن أنا أضفر الأحداث التاريخية دي بالشخصيات الدرامية اللي أنا عملتها مع وضعها في إطار فكري أو فلسفي وطرح جديد للقضية التاريخية دهيت، يجذب القارئ ويديله يعني فكرة أو انسبيريشن أو إلهام عن مشاكله المعاصرة. فأي رواية تاريخية لا ترتبط بالواقع
هي رواية أعتقد لا قيمة لها، بالظبط. أنها تحكي ما تم حكيه في كتب التاريخ ولا قيمة له. طبعا فعلا هو ده اللي أنا حسيته من إنما مؤكد يعني أما أجي أبدأ بقى بعد مرحلة القراءة أو بعد مرحلة الهضم، إن أنا أبدأ بدراسة الفترة كويس. اختيار يعني التاريخ بحر كبير قوي، يعني في الحقبة دي في كم كبير من الشخصيات. إيه الشخصيات اللي هختارها وإيه الشخصيات اللي مش هختارها؟ إيه الموضوعات اللي في الأحداث اللي مهم إن أنا أذكرها كنقط مفصلية تخدم العمل الدرامي، وفي أمور سأسقطها. يعني أنا مش كل التفاصيل هقدر أتناولها، مش كل الشخصيات هقدر إن أنا أتناولها. برضو نفس القصة الشخصيات الدرامية وتفاعلها مع الشخصيات التاريخية. بعض الكتاب الرواية التاريخية بيعتبر إنه طالما إنه بيكتب رواية فالشخصيات التاريخية والأحداث مستباحة، يستطيع أن يتناولها كيفما يشاء. هذه وجهة نظر وتحترم يعني، ولكن أنا أرى دايما إن الأفضل هو إن الخيال يكون متضافر مع التاريخ دون المساس بالأفكار الرئيسية في التاريخ أو الأشياء الأساسية في التاريخ. يعني الأحداث الأساسية، الشخصيات، السمات الشخصية للشخصيات التاريخية. مش محتاج إن أنا أزور، مش محتاج إن أنا أتلاعب، مش محتاج أعمل، لأن في عندي مساحة أقدر أعملها من الخيال من خلال الشخصيات المتخيلة الموجودة عندي، إن أنا أخلي الحدث التاريخي يخدم الشخصيات اللي أنا بعملها. ده اللي حاولت أعمله في شمعون وفي دميانة، إن الأحداث التاريخية بتقرأ من خلال عيون الأبطال. ودي الحقيقة أنا بحس إن دي يعني براعة، يعني فعلا بشهد لك بيها إنك أنت ما خلتناش يعني الكتابة برضو في مرحلة تاريخية معينة، وقائع حقيقية يعني أحيانا أو كثيرا ما تصطدم بأنه أنت هتكتب الحقائق ولا يعني هتدخل الخيال يعني، والعالم الروائي بقى هو اللي هياخدنا في سياق الرواية، ولا الأحداث نفسها الحقيقية اللي حصلت هتصطدم مع الهارموني بتاع الدراما. فأنت قدرت تمسك يعني المسألة بدقة وبحسابات. يعني يمكن ده بيشرحوا اللي انت قلته في البداية، انك انت بتهضم التاريخ وبتستوعبه وبتعيشه وبتتكون الرؤية مبدئيا أو قبل ما تبدأ الرواية. فالرواية هي بقى يعني بتبقى نتاج خيال مضفر بوقائع أو بأحداث أو بأفكار من واقع قراءاتك التاريخية. فأنا بصراحة يعني بشهد لك بده يا دكتور أسامة، وأكيد عشرات بل آلاف ويمكن ملايين القراء بقى ليك دلوقتي حاسين بده. طيب أنا عايزة أطلع شوية كده بسيطة وأسألك عن التايم مانجمنت. يعني أنت يعني إزاي بتنظم وقتك بين محاور 3 كل محور فيهم ممكن يستوعب الحياة بالكامل؟ محور الطب، محور الأدب، ومحور التدريس. أنت بتدرس كمان يعني سواء في التخصص بتاعك أو كورس تاني عن تاريخ الطب في مصر وفي برشلونة كمان. يعني بتلاقي وقت منين لده كله؟ مش بنحسد والله. احنا عندنا وقت عادة، يعني أنا من الناس المهتمة قوي إن ما يكونش في عندي وقت ضايع، وإحنا في خلال 24 ساعة لو حسبنا كده. عايزة معلش أنا آسفة، عايزة أعرف يوم في حياتك، يعني بيبدأ من أول ما بتصحى لغاية ما تنام. اشرح لنا كده يوم في حياتك. طب أنا هكلمك بأريحية، إحنا بودكاست فبنتكلم عادي. أنا ما عنديش يوم في حياتي شكل التاني، يعني كل يوم بيبقى مختلف، وكل يوم ليه بلان تانية مختلفة. يعني أنا بيبقى في عندي مسؤوليات،
مم. المسؤوليات دي بتتحط، يعني مثلا عندي في اليوم ده في محاضرة في الجامعة، عندي يوم لستة عمليات، كل يوم عندي بالليل في عيادة بتبقى موجودة، في أيام بيبقى كل في يوم في عيادتين، عيادة. كل يوم في عيادة. مم. في أيام بتبقى فيها عيادتين، بتبقى ساعات بتبقى موجودة مش عيادة واحدة. فأنت عندك حاجات أساسية. هي الفراغات بقى، الشطارة في الفراغات اللي ما بين الحاجات الأساسية، أنا ممكن مم. أضيعها في إيه؟ مم. الفراغات دي ممكن أضيعها في حاجات كتيرة قوي، ممكن أضيعها في رغي، ممكن أضيعها في تليفون، ممكن أضيعها في حاجة مش مفيدة، مش إفكت. ده بقى أنا يعني أعتقد أني أجيد ملء الفراغات حلو ده. جيدا. يعني هي دي المهم، كلنا نمتلك مسؤوليات، مم. ولكن في مسؤوليات اسينشال وأساسية، اللي هي التزام أدبي أو التزام أخلاقي أو التزام مادي ورايا، لازم إن أنا ألتزم بيها، ما ينفعش أفرط فيه، أو التزام أسري أو عائلي أو غيره أو غيره أو غيره. المهم الفراغات اللي موجودة ما بين هذه الالتزامات كيف نملأها. فأنا بأجيد هذا الملء بأشياء كثيرة جدا. يعني مثال بسيط، يعني إذا كان عندي وقت بين العمليات، عندي عمليتين 3 أو حاجة، مم. وقت بين العمليات ده ما بضيعهوش. يعني العادي أو المعتاد إن احنا نقعد في البانتري نشرب القهوة نشرب نرغي الشاي، بقى وكده. نرغي، نجيب في سيرة أصحابنا، نجيب في سيرة أحوال الدنيا اللي مش عاجبة الناس كلها، نقعد نشتكي لبعض ومش عارف إيه. أنا الوقت ده أنا بستغله إن ببقى قاعد في مكان قال هادي، قاعد يا بقرا يا بكتب يا بعمل إيديت يا بضيف فقرة يا بضيف بحذف فقرة، براجع اللي أنا كتبته، بعمل القصة دي يعني، يا بقرا في حاجة تخدم الموضوع اللي أنا بكتب فيه، يا بستفيد من حاجة، أسمع بودكاست، أسمع حاجة. ده مهم قوي. السواقة، عندك السواقة دي شيء بشع. يعني أنا ممكن بسوق في اليوم على الأقل ساعة، ساعة ونص، يعني ساعة ونص دول في إفادة بتبقى موجودة فيهم. بتسمعي بودكاست، بتسمعي حاجة في اليوتيوب، بتسمعي حاجة مفيدة، حاجة ليها علاقة، بتسمعي كتب صوتية، بتقدري تستفيدي من القصة دي. فأنا أعتقد إن إحنا إذا امتلكنا كل يوم، يعني مفيش كاتب متفرغ بيكتب أكتر من 4 ساعات في اليوم، بيتهيألي يعني. طبعا ده يبقى كويس تقدري قوي. انت تطلعي ال4 ساعات دول يعني متخططين. في حاجه انا بلاحظها قوي، ساعات ببقى هاخد اجازه بقى عشان اتفرغ، اليوم اللي بقعده ما ما بكتبش فيه. بتشتغلش. انما اليوم اللي اكون فيه يعني مشغول ومش عارف ايه وبتاع وكلام من ده، وعمال بحشر في نفسي في اوقات سلوتس فاضيه كده علشان اليوم يعدي، بلاقي فيه انتاج في اخر معقولة؟ اليوم. هو احنا بنشتغل تحت ضغط يعني. يعني انت مش من مدرسة أديبنا الكبير نجيب محفوظ اللي كان بيخصص ساعات محددة كل يوم وكده. هذه رفاهية مم. لا أعتقد أن كتاب هذه الأيام يملكوها. لا يملكوها إطلاقا. آه. يعني إحنا لا نملك هذه الرفاهية. مم. وحتة إن أنا أقعد والطقوس واستدعي الوحي والكلام ده كله بتاع، لا لا لا. مم. إحنا نعمل تحت ضغط، لأن إحنا يعني الغالبية العظمى منا لسنا كتاب متفرغين. مم. يعني لينا مهن أخرى، بنحاول يعني إن إحنا نكمبرومايز أو نوفق بين الشغل المهنة بتاعنا والمهنة والعمل. والهواية أو لو في العشق. نصيحة في التايم مانجمنت هنا، مم. أحسنوا استغلال أوقات أو الفراغات في اليوم. يعني دي أكتر حاجة مم. تبقى effective أو فعالة تقدر إن الإنسان ينتج فيها يعني. دي نصيحة مهمة جدا يا دكتور والله. يعني ده برضو بيقودني لنصيحة أخرى. يعني الكاتب الحائز على جائزة نوبل ماريو يوسا كتب عمل كتاب اسمه رسائل إلى كاتب شاب. مم. لو أنت هتوجه يعني خبرتك بالكتابة وإزاي الكاتب الشاب يستمر ويبدأ ويستمر، لأن الأدب طريق شاق جدا، يعني مش أي حد يقدر يكمل فيه. فلو أنت بقى هتوجه له رسالة تقول له إيه؟ هوجه له أول حاجة، لا يوجد كاتب غير قارئ. مم. القراءة هي الوقود الأولي يعني، أو الغذاء الأولي زي ما بنوصفها الوصف الدارج يعني. فيجب أولا أن نحسن ما نقرأ كما نحسن ما نأكله. مم. يعني اختيار ما نأكله نحسن اختيار ما نقرأه أيضا.
لأن كل ما كان القراءات اللي أنا بقرأها بتفتح لي آفاق جديدة، بتفتح لي مهارات جديدة، بتديني حصيلة لغوية. يعني أنا ما أعتقدش إن في الكاتب راس ماله إيه غير الخيال وحصيلة لغوية. يعني مم. إذا امتلك الخيال، والخيال ده موهبة، هي هبة من الله سبحانه وتعالى. يعني مش يعني، وده اللي بيقول لي كتير قوي أنا أكتب إزاي أو كده. يجب أولا أن تكون هناك هذه الهبة، هبة الخيال موجودة قبل أن نبدأ في فكرة أن أنا أطرح ما أكتبه إلى الناس. مم. إذا كانت هبة الخيال موجودة وتمتلك هذا الخيال، هناك بقى آليات أخرى لتنمية هذا الخيال. أولا القراءة. القراءة مهمة جدا، اختيار النوع اللي أنا بقرأه، تكوين حصيلة لغوية جيدة، تكوين حصيلة بلاغية جيدة، تركيبة لغوية أو تركيبة جملة لغوية جيدة. وده مش هيتأتى إلا بقراءة أعمال جيدة. في كتب معينة يا دكتور لازم يعني حتى كقارئ بقى مبتدئ قبل ما يبقى كاتب مبتدئ، لازم يعني أساسيات، يعني كلاسيكيات كده لازم يقراها في الأول. مش هقدر أحصره في شيء محدد موجود فيه، ولكن هو في يعني أكيد الحاجات العالمية، الكتاب المشهورين، الكتاب الأدب المترجم. أنا مش عايز أحصر يعني في حاجة معينة، ولكن طبعا التاريخ والليتريتشر أو الأدب مليء بالأعمال الجيدة الكثيرة جدا يعني. فالارتقاء بذوق القراءة لدى القارئ بيكون عنده هذه الحصيلة. أنا يعني برضو لأن إحنا هنا قاعدة فريندلي، أنا هقول لك أنا ما أخدتش قبل كده ولا ورشة كتابة، ما أخدتش قبل كده ولا حضرت ولا قريت كتابة كيف تكتب رواية ولا كيف والله. تكتب قصة قصيرة. أنا إحساسي الروائي كله هو عبارة عن تذوق لما كنت أقرأ من أدب روسي مترجم لأنطوان تشيكوف، تولستوي، أدب الملاحم الروسي اللي قريته في فترة ثانوي، وكان بيجذبني جدا جدا فكرة الملاحم. وكان الأدب الروسي ده أكتر أدب طبعا. فيه ملاحم، يعني الحرب والسلام، الحاجات الكلاسيكيات المشهورة دي، أنطوان تشيكوف، كل الناس دي. كان تذوقي لخيال نجيب محفوظ وإبداعات نجيب محفوظ. وكنت في فترة ثانوي كل ما أجيب رواية لأستاذ نجيب محفوظ كان في الفهرس في الآخر كده في مكتبة مصر، كنت أعلم على اللي أنا قريته واللي ناقص اللي أنا هقراه، لحد ما أتميت 48 عمل دول. وأنا اللي هو قبل سيرة الأصداء الذاتية أو أصداء السيرة الذاتية، وأنا في أولى جامعة أو حاجة كنت خلصت كل الحاجات دي، غير يوسف السباعي، غير إحسان عبد القدوس. أعتقد أن الارتقاء في القراءة دي مدخل مهم قوي لأي كاتب بنصحه بيه. النقطة الثانية لو هنصحه، لا يتعجل في مسألة النشر. يبدأ الكتابة ولكن لا يتعجل في مسألة النشر. يعني النشر يجب أن أكون على قدر مسؤولية هل لدي ما أقوله أم لا، لأن فعلا كثرة المعروض، كثرة المطروح، بدون ما يكون لدي خبرة حقيقية. أنا لا أتكلم عن السن، قد يمتلك الإنسان خبرات كثيرة وهو في سن صغيرة. لا يتعجل النشر أو مخاطبة القارئ. يجب الأول أن يكون الكتابة دي شيء شخصي، بوح شخصي أو ذاتي. يبدأ يكتب لنفسه، يبدأ لو عايز يوسع الدائرة شوية للي حواليه، لبعض الأصدقاء، وهكذا، إلى أن يجد أنه يستطيع أن يخاطب جمهور يعني أكبر عن طريق النشر. إمتى يعرف إن هو يعني هيعرف؟ جاهز أعتقد إن هي بتيجي يعني بتيجي بالتدريج. إن كل ما بيشوف ردود الأفعال بتتزايد. يعني لو هتحدث عن حاجات كتبتها في ثانوي، كتبت روايات قصيرة، كتبت حاجات كتيرة كلها يعني حبيسة الأدراج. بعد كده في بعيد عن كتاب يأجوج ومأجوج اللي احنا كنا كتبناه قبل كده، وده يعتبر الكتاب المنشور الوحيد قبل أوراق شمعون المصري، في رواية اسمها ست الملك، في مجموعة قصصية، في حاجات كتيرة كنت بكتبها، ولكن كنت أرى إن لسه لم تستوي التجربة إلى الدرجة إن أنا يعني في كتب قبل الروايتين. طبعا أنا عارفة إن في كتب لكن هذه الكتب لم تنشر. لا لم تنشر.
يعني حضرتك يعني فعلا استنيت يعني كتير آه. لحد ما حسيت إن هو خلاص، يعني هو ده بقى، لدي ما أنت راضي عن أستطيع أن هذا أقوله. العمل مم. ده صبر جميل جدا. ودايما الكاتب بيبقى فعلا متعجل للنشر، ودي يمكن من من الأشياء اللي بتضره، يعني مم. حتى لو هو كاتب جيد ممكن التعجل في النشر ده يضره في بقية حياته يعني. أكيد، لأنه ممكن يحبطه، ممكن ردود أفعال غير جيدة، ممكن يخلي المشوار يبقى طويل، ممكن بعد فترة يكتب عمل يبقى جيد قوي، ولكن العودة إلى الأعمال المنشورة السابقة مم. تعتبر تقلل من تقلل مم. من قيمة يعني ما كده. يعني أنا أعتقد أن يعني مش كل شيء يبقى مطروح للقارئ. إذا كان لدي ما أقول وأريد نشره وطرحه، أعتقد أن ده يبقى أفضل. مم. التدريس يا دكتور أسامة برضو ده المحور الثالث اللي عندك. هل بتجد نفسك في التدريس، لأنك أنت كمان غير التدريس الطبيعي كأستاذ جراحة عظام، في متخصص في جراحة دقيقة جدا القدم والكاحل، أنت كمان بتعمل كورس يعني متخصص تقريبا في تاريخ الطب. فأنا بحس برضو أنه المكون ده جزء من شخصيتك، أنت بتحب تنقل خبراتك للشباب. يعني التدريس واحدة من المتع اللي بستمتع بيها في الحياة يعني عموما. وأعتقد أن التدريس وممارسة مهنة الطب والكتابة بيشتركوا في عامل مشترك. التلاتة مهن التواصل فيها شيء أساسي. يعني التدريس هو مادة عملية تواصل، يعني عملية متبادلة. تواصل بيني وبين مم. الطالب. وأنا بستمتع جدا بالتدريس، سواء العظام أو تدريسي لمادة تاريخ الطب اللي هو الكورس اللي احنا طب استحدثناه. كلمني شوية عن الكورس ده، تاريخ الطب ده يعني يعني هو يعني أنا كنت حتى وأنا بدرس في الطب كان بيشغلني دايما البدايات. احنا يعني إيه ده، احنا وصلنا للمرحلة دي إزاي؟ احنا عبرنا خلال المرحلة دي من بدايات التشريح الأولي البسيط لجسم الإنسان لدرجة التفاصيل الإلكترونية والميكروسكوبية اللي احنا بنقدر نشوف فيها تفاصيل دقيقة جدا. رحلة كبيرة قوي. ازاي القصة دي ابتدت تمشي في كل بقى التخصصات، مش بس في تخصصي يعني. فكان فكرة ان انا اقرا دايما في اي مقدمة اي مرجع بيبقى فيه هيستوريكال بريفيو او مراجعة تاريخية للمرجع ده، بيذكر البدايات، مين المشاهير، مين عملوا اضافات كبيرة. كان دايما بيستهويني قوي الشابتر طبعا اللي في الاول ده. لما جينا بدأنا في تغيير نظام تدريس الطب عندنا دلوقتي اتغير يعني بنظام مختلف شوية، ومبقاش والحمد لله يعني مبقاش موضوع تدريس طب بس. يعني رجعنا لفكرة اللي هي الكورسات الاختيارية أو الإلكتيف كورسز، إن إحنا بنضيف مواد غير علمية وغير طبية لطالب كلية الطب. يعني أنا مؤمن بكلمة الفرعونية الجميلة اللي كانت بتوصف الطبيب المصري القديم بكلمة الحكيم. وابو. وابو يعني الحكيم. وابو يعني الحكيم، وما زال لحد الآن احنا كلمة الحكيم دي بتستخدم وما زالت وكانت تستخدم. تستخدم زمان، بس أنا بحسها إنها جميلة جدا، جميلة أحلى جدا، أحلى لأن حتى من طبيب على الطبيب فكرة. لا يمكن أن ينحصر في مجال بروفيشنال بس أو مهني بس، هو أبعد وأكبر من كده. هو بيتعامل مع نفس بشرية، بيتعامل مع إنسان، فعلا بيتعامل. وفعلا يا دكتور، يعني أنا ساعات أروح لدكتور أحس إن أنا مجرد إن أنا قعدت معاه حسيت إني إنك أنت اتحسنت من قبل اتحسنتي ما آخد وارتحتي. الدواء. والعكس يعني أروح لدكتور وأنزل أنا مش مقتنعة حتى لو كان مش أكثر علما، مقتنعة بيه. ممكن الدكتور التاني ده أكثر علما من الدكتور مم. الأول، ولكن الحكمة مم. يعني دايما حتى في المحاضرات الطبية، الحكمة هو كيف أتواصل مع المريض أمامي. يعني ممكن المريض محتاج عملية، ولكن يعني ما هياش ملحة. والقلق اللي موجود عند المريض ده هو محتاج ان هو يطمن اكتر منه ان هو محتاج يعمل شيء جراحي يعني معاجل يعني. فدايما مهنة الطب فيها جزء التواصل، في جزء الحكمة. التدريس فيه نفس القصة، في مهنة الجزء التواصل ده فيه كبير قوي، والكتابة. يعني أنا أرى أن المحاضر الجيد والكاتب الجيد والطبيب الجيد هو من يمتلك قدرة جيدة على التواصل. إذا لم يمتلك هذه القدرة، فحتى لو كان عنده الآليات وعنده البيزس، هو لم ينجح في تطبيق رسالته أو تقديم رسالته بصورة جيدة.
إمم. وحضرتك حاسس إن مَلِكة التواصل هي يعني المفتاح الرئيسي اللي خلّاك توصل لقُرّائك وتوصل لتلامذتك وتوصل كل المتابعين ليك يعني، أعتقد وأعتقد هذا المرضى بقى أنا مش عارفة يعني ده طبعًا. شغف يعني أعتقد إن أنا بامارسه حتى يعني حتى أمّا بادّي محاضرات للطلبة ما بتبقاش المحاضرة جافة كده يعني، هي إمم. بتبقى محاضرة فيها أكيد، interaction أكيد بيستمتعوا فيها جدًا، نوع من أنواع أنا الinteraction. متخيّلة إن أنت بتحطها في قالب قصصي، يعني تاريخ الطب ده مثلًا أنا يعني تاريخ الطب أتخيّل عشان مادة تاريخية، إنما باتكلم حتى عن المواد العلمية، لو باقدّم مادة علمية للطلبة في التخصص أو جراحة أو بعرض جراحة، طريقة العرض وطريقة التقديم مهمة جدًا، جدًا علشان تصل الصورة. أمّا باقعد مع المريض يعني مش من نوع الطبيب اللي هو بيقعد مع المريض كده، لأ، إمم. يعني أنا عندي مرضى العلاقة ممتدة لعائلات ما ولأسرهم شاء الله. ولتفاصيل هذه الأسر، وممكن كتير من الأحيان بيبقى الموضوع مش مسألة كشف أكتر منه استشارة في إمم. أمور حياتية يعني أيوه. بعيدة حتى عن تخصص جراحة العظام. أعتقد إن دي سمة مهمة جدًا، جدًا في الطبيب وفي المحاضر وفي الكاتب أيضًا، إن هو تمام. يبقى يجيد التواصل مع القارئ بالآليات اللي موجودة معاه. يعني في الكتابة يعني أنا لا أحب مثلًا إن أنا أغرق مثلًا في الغرائبية، أو إن أنا أغرق في الرمزية، إمم. أو أغرق في كذا مع القارئ. يعني أنا أريد أن أثير فكره، لا أريد أن أثير حيرته، إمم. يعني في فرق بين إمم. الاتنين يعني. طبعًا. نفس الشيء لا أحب مثلًا أن أستعرض اللغة. إمم. اللغة يجب أن تكون قوية وجزلة، وأنا أعتقد أن العمل الروائي الوعاء الذي يحيط بالعمل الروائي هو لغته. إذا كانت هذه اللغة رصينة وجيدة سيتقبلها القارئ بسهولة، إذا كانت هشة أو ركيكة القارئ هينفر منها يعني. طبعًا. ولكن بعض الكتاب بقى من يمتلكون اللغة يعني يغرقون في الاستعراض إمم. والتقعر ووضع ألفاظ صعبة جدًا، وده أنا أعتقد أنه يحول بيعمل حاجز بينه حاجز وبين بين القارئ. يقطع التواصل اللي إمم. إحنا بنتكلم عليه ده. بالضبط. هيقطع التواصل بينه وبين القارئ. أنا هاقرا صفحة، صفحتين، 3، 4 وبعدين هالاقي نفسي بانهج يعني إمم. أنا إمم. عايز أفهم. طب أنا عايز الفكرة، أنت حجبت الفكرة بوعاء سميك وصلب وسيء جدًا من لغة مقعرة لا داعي لها يعني. بالضبط، ده اللي حسيته فعلًا مع روايتك الجميلة جدًا عهد دميانة، إن أنا حسيت إن اللغة عذبة جدًا وجميلة، وباقف عند جُمل وارجع تاني أقراها مرة تانية من جمال التكوين وجمال الصورة وجمال المفردة نفسها، ولكن في نعومة وفي سلاسة. زي ما قُلت يعني ما كانش أبدًا في حاجز اللغة ده موجود إطلاقًا، وفي نفس الوقت في لغة قوية ومفردات يعني مليانة أو مشبعة بالمعنى. فلأ طبعًا. طبعًا عهد دميانة وصلت للقائمة الطويلة لجايزة الشيخ زايد. نتمنى طبعًا إن شاء الله إن إحنا قريب يعني نحتفل بيها برضه مع بعض، ودي أقل شيء على فكرة، يعني أنا باعتقد إن الرواية دي فعلًا تستحق جوايز عالمية، وجايزة الشيخ زايد من ضمن هذه الجوايز إن شاء الله. طيب يوسف بقى، يوسف كتير من اللي قروا عهد دميانة قالوا ليه ما خلّيتش يوسف هو الراوي، رغم إن هم حسّوا بصوته موجود كما لو كان هو الراوي فعلًا. إمم. ليه بقى؟ ده سؤال جميل جدًا يعني، وأنا شايف إن اختيار صوت الراوي يجب أن يخدم فكرة الرواية زي ما قُلنا بالضبط اختيار الtimeline لازم يخدم الرواية. في رواية عهد ميانة نحن نتحدث عن تعدد الهويات، فلازم يكون هناك تعدد للأصوات. لا يمكن لراوي واحد بس أن يتحدث عن كل مشاعر الأصوات المختلفة اللي موجودة في الرواية. فهنلاقي مثلا إن هناك صوت القومي، صوت علي بن السلار، إمم. هو الشخص الذي يؤمن بأن لا فرق بين قبطي ومسلم، لا فرق بين سني وشيعي، ولكن هناك صراع بين الشرق والغرب، وهو ما يهمه هو القومية الشرقية التي مهددة من حروب الفرنجة في الوقت ده. إمم. هناك الصوت الوطني مثلا زي صوت موهوب،
برضو نفس القصة، لا فرق عنده بين مسلم أو مسيحي، الكل في الأصل أقباط، ولكن هو يرى أن الدفاع عن الوطن مقدم على أي شيء أو خلاف. هناك صوت مثلا يوستينا المؤمنة بالحب المطلق، هناك صوت زي بطرس المؤمن بالتملك أو حب الذات، هناك صوت زي مينا المؤمن بالعشيرة والدائرة الضيقة، هناك صوت زي وسنة المؤمنة بالدين بمعناه الطقسي، صوت زي سمعان المؤمن بالدين بمعناه الإنساني الأكبر. كل صوت من هذه الأصوات يعني محتاج مساحته ان هو يعبر عن نفسه. لا يمكن ان انا اختار راوي متكلم زي مثلا في شمعون المصري يتحدث عن كل ذلك. في شمعون مثلا كان مبرر ان انا اختار صوت المتكلم او الراوي المتكلم لاني اتحدث عن التيه من منظور الفرد ورؤيته لتيه الجماعة، فهو كيف يرى تيه الجماعة وكيف هو سيتحرك منفصلا. فكان اختيار الصوت هنا بضمير اللي هو واحد بيتكلم أو بيتحدث أو بيروي الأحداث من وجهة نظره كان مهم جدا، وكان برضو ليه فايدة بتخدمني أنا شخصيا في تقديم الفكرة. أنا بتعامل مع قصة مقدسة، بتعامل مع قصة تاريخية معروفة، فبالتالي لو أنا استخدمت أصوات متعددة هضطر في لحظة من اللحظات أن أنا أخلي مثلا سيدنا موسى بيتكلم، سيدنا هارون بيتكلم، سيدنا يوشع بن بيتكلم. وإذا خليته مقبول أن أنا ممكن في عمل رواية أخلي الأنبياء تتكلم، ولكن ده هيقطع إيهام القارئ، لأن في لحظة هيقول الله ده هو موسى بيتكلم كده، هو سيدنا هارون بيتكلم كده، هيقطع إيهام القارئ. فكان مهم قوي ان واحد تاني هو اللي بيتكلم وبيتكلم على لسان الكل، بحيث ان لا ده هو مش ده اللي بيتكلم، ده شمعون اللي بيتكلم. أيوة. فلا اقطع إيهام القارئ اثناء القراءة. فمهم قوي برضو حينما نختار صوت في الرواية ان احنا نختار الصوت المناسب والذي يخدم الفكرة في الرواية. أنت خدت وقت قد إيه في كتابة عهد دميانة؟ دميانة يعني أنا بدأتها لما كانت خلاص دخلت شمعون يعني المطبعة، بدأت فيها يعني استغرقت حوالي 2 تقريبا من الكتابة. هي نزلت يعني انتهيت منها قبل المعرض مباشرة، وتمت مراجعتها. والحقيقة أنا يعني برضو بشكر تاني الأستاذ هاني عبد الله في دار الواقع. في الحقيقة مسألة التحرير الفني، مسألة الغلاف، مسألة الحاجات دي كلها، هو من الناس اللي بتهتم بالموضوع ده وبيعمله في وقت قياسي. يعني في اهتمام وفي وقت قياسي بيتعمل. ففي الحقيقة يعني تقريبا شهر تقريبا كان تم عمل الإخراج الفني، المراجعة اللغوية، تم تصميم الغلاف في خلال شهر، وكانت متاحة يعني في المعرض اللي فات. خطواتك يا دكتور أسامة في الكتابة، هل بتحط يعني قائمة بالشخصيات كلها؟ هل بترسم كل شخصية بكل ملامحها وكل خطها الدرامي في الرواية ككل، ولا طريقتك إيه يعني أسلوبك في ربما يعني الخلفية العلمية ليها تأثير شوية في طريقة كتابتي شوية. أنا ببدأ بالفكرة، زي ما بنيجي نعمل ريسيرش كده ونقول الريسيرش كويستشن، أنا عايز أسأل عن إيه أو أنا بتكلم عن إيه. ده بيبقى أول حاجة بحطها. يعني هكتب رواية جديدة أو كتبت أنا الموضوع أو الفكرة الأساسية، المين تايتل. ودي نقطة مهمة جدا برضو لأي كاتب بيبدأ إن هو يبقى كده. الموضوع مش إن أنا ببدأ أخش في الشخصيات على طول والأحداث والكلام ده كله. what's behind، طب أنا عايز أقول إيه، ولازم يبقى what's behind دي واضحة في دماغي أنا، الرسالة اللي أنا عايز أوصلها واضحة ومؤمن بيها وهضمها كويس قبل ما أبدأ أخش في الميثودولوجي بعد كده. فدايما في الريسيرش ما بندرس ريسيرش أو بنعمل ريسيرش، بنقول الريسيرش كويستشن يجي الأول، وبعد كده الميثودولوجي أو المنهجية أو الطريقة اللي أنا همشي بيها تيجي بعد كده. بعد ما بحدد القصة دي ببدأ باختيار التايم لاين، لأن ده مهم بالنسبة لي. يعني الفكرة وبعد كده التايم لاين المناسب، هختار أني عصر، هختار أني فترة. طب الدولة الفاطمية كبيرة جدا، أختار في أولها ولا في آخرها؟ طيب أنا بيخش في الاختيار حاجات كتيرة. طبعا أول حاجة إن هي تخدم الفكرة، الحاجة التانية إن هي ما تبقاش
مبتذلة في أعمال كثيرة. يعني مثلا كان سهل قوي إن أنا أختار فترة شاور ودرغام مثلا، ودخول صلاح الدين الأيوبي في عهد دميان، ولكن أنا اخترت حقبة أهم، الحقبة اللي قبل دي. يعني ده كانت نهاية الصراع، ولكن مقدمات الصراع اللي انتهى بالنهاية الكارثية وحرق الفسطاط ب10,000 برميل من النفط. ما قبل هذا الصراع هو اللي مهم، ما الذي أدى لهذه الأحداث، ده كان بالنسبة لي هو الأهم. يعني بعد ما بحدد التايم لاين وبحدد الفكرة، ببدأ بقى في رسم الشخصيات الأساسية. بيهمني الأول مين من الشخصيات التاريخية اللي هختارها، ودي اللي بعمل عليها بقى ريسيرش ساعتها. يعني علي بن السلار مثلا ده شخصية حقيقية، العاضد شخصية حقيقية، الناصر بن عباس السنهاجي هذا الشخصية اللي أثارت جدل شوية في عهد دميانة لاضطراب هويته الجندرية. الراجل ده شخصية حقيقية. قراءة بقى تفاصيل عن هذه الشخصية وفهم دوافعها. يعني علي بن السلار أنا قرأت في رسالة دكتوراه كاملة معمولة عن شخصية علي بن السلار، دي كانت معمولة في الأردن، مكتوب فيها تفاصيل وحياته ونشأته وشخصيته. إزاي ده الراجل ده كان أول واحد هز أركان الدولة الفاطمية، لأنه وزير سني في بلاط شيعي وقرر بالغصب إن هو ياخد الوزارة. وده كان يعني حدث كبير قوي اللي مهد بعد كده لصلاح الدين الأيوبي السني إن هو يبقى آخر وزير في الدولة الفاطمية سني، وإن هو ينهي أو يجهز على الدولة الفاطمية. ففي الحقيقة اختيار الشخصيات التاريخية بيأتي، وبعد كده الشخصية الدرامية الأساسية دي لازم أرسمها كويس قوي. مواصفاته الجسدية، مواصفاته الشكلية، طبيعته، حالة النفسية بتاعته، المتلازمة اللي هتبقى موجودة معاه. كل الحاجات دي بتتحط يعني في رسم الشخصية الأساسية والشخصيات الأساسية المعاونة ليها. وبعد كده بتأتي باقي الشخصيات. في أحيانا طبعا يعني كلنا، حضرتك أكيد أستاذتنا وكاتبة يعني كبيرة طبعا، فكل كلنا بنمر في أثناء الكتابة بتعديلات. يعني طبعا ما بتمشيش الموضوع بالسهولة دي، ولكن على الأقل بيبقى حاطط ليا إطار أو بلان بقدر أمشي عليها. والتطور الدرامي والكتابة والحالة النفسية أثناء الكتابة ممكن تخليني أغير شوية، أعمل موديوليشن، أعمل تعديلات. لكن بيبقى فيه مسار كده زي يعني مسار أساسي، أوتلاين أساسي. لكن طبعا أوتلاين ده بيحصل عليه تعديلات في أثناء الكتابة، بتاخدنا لمناطق تانية. طبعا بالظبط. شيء جميل جدا. دميانة هنشوفها في رمضان. أنا عارفة أنك تعاقدت مع المتحدة، وده شيء أسعدني جدا، وأنها تتحول إلى عمل درامي. هل يا ترى هنشوفه في رمضان؟ مش رمضان ده، أتمنى إن شاء الله أن هي تلحق رمضان 2025 ولا 2026؟ لا 26 إن شاء الله. عايزة شغل بصراحة. طبعا يعني مش عايزة سرعة في التنفيذ. هي محتاجة تاخد وقت شوية. وأعتقد أن يعني في تجربة كانت جميلة للمتحدة العام الماضي في تجربة الحشاشين، وأعتقد أن هي كان عمل تاريخي كبير من ناحية الإنتاج ومن ناحية الدراما ومن الناحية الفنية. كان متطور جدا وكان كبير جدا، وأعتقد أن أثار جدل محمود. أنا بقول برضو أن دور الدراما أن هو يفتح عيون الناس، بغض النظر بقى. يعني بعض الناس هجمت القصة التاريخية اللي موجودة فيه، بعض الناس شايفة أن ده عمل درامي في النهاية، ولا يعني هو بيطرح رؤية درامية لأحداث تاريخية، وأنا متفق مع هذا الرأي. ولكن في النهاية حالة الجدل دي رست إن ناس كتيرة ابتدت تقرأ عن حسن الصباح، تقرأ عن طائفة الحشاشين، وده هو زيادة الوعي، وده هو زيادة الثقافة، وده هو الدور الدرامي المحمود اللي المفروض يثير وعي الناس ويرفع من المستوى الثقافي. يعني شفنا أعمال في وقت الأوقات الناس كلها مشغولة، البطل هيلاقي ابنه ولا مش هيلاقي ابنه ولا لا، احنا بقينا بنتكلم في حاجة أو مستوى أعلى بسبب ان نص جيد استند على احداث تاريخيه جذب قاعده كبيره جدا من الجمهور. الناس كانت بتتابعه، فدي دور الدراما. رجعوا يقروا تاني علشانه الكتب والروايات اللي طلعت عن الفتره دي. بالظبط. طيب في برضو سؤال مرتبط بالموضوع ده، وهو العاميه والفصحى. يعني انت طبعا كتابتك بالفصحى،
وبتقدر يعني وتثمن الفصحى، وده شيء جميل. في الدراما بقى يعني حشاشين مثلا كانت باللغة العامية، ودي كانت مثار انتقادات بعض المشاهدين، وبعض المشاهدين الآخرين شافوها إنها مناسبة جدا كدراما يعني. فعهد دميانة هتبقى بأنهي لغة بقى؟ خلينا نرجع تاني لموضوع اللغة واختيار اللغة. والهدف من كل شيء احنا بنكتبه أو بنقدمه، الهدف هو التواصل. أنا في عمل تاريخي درامي بيعرض في التلفزيونات، أنا عندي قاعدة مشاهدين مختلفة تماما عن جمهور القراءة. دول مش الجمهور اللي بيقرأ روايات، ده جمهور عايز يشوف ويستمتع بالصورة ويفهم الرسالة أو يفهم المحتوى اللي موجود. فأنا أحبذ أن تكون اللغة مفهومة وتصل إلى المشاهد بصورة واضحة. فبالتالي أنا أميل إلى اللغة العامية، ولكن ليست العامية الركيكة. يعني أنا لغة الحشاشين كانت لغة جيدة جدا، هي ليست لغة ركيكة، أو في أغلب المشاهد اللي كانت موجودة أو الحلقات اللي كانت موجودة كانت لغة جيدة جدا، بنقول عليها العامية الرصينة، اللغة الثالثة اللي بيسموها، اللغة الثالثة العامية الرصينة، العامية والفصحى فعلا، بحيث إن هي وصلت للمشاهد بصورة جيدة واتفهمت بصورة كويسة. وده مطلوب، مش المطلوب ان انا احط له الفاظ صعبه او كلام صعب، لا، انا اقدم له لغه رصينه، لغه جيده. فانا مع تقديم لغه عاميه رصينه في العمل، انما ضد ان انا ابتذل العمل بصوره بلغه هشه. يعني بدون امثال، احد الافلام اللي انا شايف ان هو كان واحد من اجمل الافلام في السينما المصريه وما خدش حقه، كان فيلم المهاجر ليوسف شاهين. الفيلم ده كانت العقبة بيني وبينه هي لغته، إن لغة الفيلم كانت شديدة الركاكة. يعني كان المفترض إن هي لا، ده أنا بتعامل بقى في صورة جميلة جدا كانت معروضة، وفي قصة جميلة جدا وجذابة جدا، ولكن أفقدها البريق ده، اللغة الركيكة اللي كانت مستخدمة في الفيلم. فيلم المصير أيضا كان في مشكلة، يعني بغض النظر يعني ان هو اقل شوية من فيلم المهاجر، ولكن انا شايف ان كانت اللغة مشكلة كبيرة جدا في فيلم المصير. أنا أتفق يعني يعني الرواية جيدة، الشخصية المطروحة شخصية ابن رشد شخصية مهمة جدا، نحتاج الى عمل يوثق لهذه الشخصية بكاميرا رائعة وبإخراج رائع، ولكن ضاع مع لغة وكان مشكلة المخرج الكبير بتاعنا يوسف شاهين انه كان الافلام دي بيكتبها بنفسه، طبعا بيكتبها بنفسه، كان لازم وبيكتبها بشخصيته، يعني بالزبط. مش بيكتبها يعني مش يعني كانت هتزيد جدا، صوته هو كان اوضح من صوت جداً. اي شخصيه يعني هو مخرج عظيم طبعا، الله يرحمه، لكن كان عنده هذه يعني التمسك بأنه هو يبقى الفيلم ليوسف شاهين من الجلدة للجلدة، يعني يعني إخراج وسيناريو وحوار وكل حاجة. لكن أنا متفق معاك، لو كان سيناريست يعني محترف وعلى درجة من يعني عنده أدواته في اللغة وكده، كانت زادت قوي الأفلام دي. طيب هل بقى في يعني نجيب محفوظ كان بيقول إيه؟ أنا مسؤول عن الكتاب مش مسؤول عن الفيلم. كان ده ردا على انه مثلا فيلم معين ما نقلش او ما كانش على قدر قيمة الرواية. هل عندك نفس التخوف ده ولا في العمل؟ أكيد طبعا، وإن كنت متفهم إلى حد كبير أن العمل الدرامي له أدوات ومقومات تختلف عن العمل الأدبي، يعني التفاصيل الدرامية، طريقة عرض المشاهد. إحنا في الرواية إحنا بنعرض مشاعر وبنتكلم على ألسنة الأبطال، ده مش هيبقى موجود في الصورة المرئية. هناك مشاهد، هناك سيناريو، وهناك حوار، فده اللي هيتنقل للقارئ. فبالتالي توظيف النص بحيث ان هو يتم تعديله لعرضه في صورة مرئية هيتطلب تعديلات بلا شك يعني.
أتمنى إن يعني عندك درجة من التسامح يعني، أو متسامح من إن تحصل التساهل تعديلات في بالظبط. الجزئية دي يعني. إنما أتمنى إن يكون الروح بتاعة العمل هي اللي موجودة، ودي اللي مهمة يعني. فضلا طبعا للأفكار الأساسية والأحداث الأساسية، إنما تكون الروح أو الرسالة بتاعة العمل هي اللي واضحة في العمل، دي أهم شيء. هو تحدد السيناريست والمخرج ولا لسه؟ ويعني هو جاري دلوقتي الإعداد وكتابة الحلقات يعني. وهتشتغل معاه في، يعني هتقرا معاه وكده، طبعا هو يبقى هو السيناريو منفرد مش شغلتي في الوقت الحالي، ولكن يعني هو مشكورا يعني بيتواصل بيتم معاك التواصل بصورة دائمة لمناقشة بعض الأمور أو لبعض التعديلات أو بعض الأطروحات. ويعني أتمنى إن شاء الله بإذن الله تطلع صورة جيدة يعني. إن شاء الله. وأنا كمان والله يعني متشوقة جدا لأشوفها على الشاشة، لأني أنا شفتها يعني على الورق، و يعني فتنت بها يعني. طب دكتور أسامة، ما يعني إيه عملك الحالي اللي بتشتغل عليه بقى، أو اللي شاغلك أو اللي بتفكر فيه؟ أنا عارفة إن كل عمل عندك بياخد مراحل يعني، فإيه هو العمل القادم يعني؟ هو في عمل إن شاء الله يعني كنت أتمنى نلحق المعرض، بس أعتقد إن يعني it's too late شوية إن إحنا هنطلع بعد المعرض إن شاء الله. هو برضو بيناقش مفهوم الحضارة في الوقت الحالي، أو يعني السيمة الأساسية بتاعته مفهوم الحضارة في الوقت الحالي. الحضارة المادية القائمة على النظرة أحادية فقط، التي زي ما بنقول دلوقتي يعني بتمحو وتطمس الهويات في سبيل هوية واحدة عالمية. الحضارة الرقمية التي تغير من صفة الإنسان دلوقتي وتصنع لنا إنسان رقمي مسطح فكريا، كثير الروافد المعرفية قليل الوعي، يعني في زخم معرفي كبير جدا مع وعي قليل جدا. يهتم بعناوين الأخبار ولا يهتم بالتفاصيل. يطمس الروح، يرى أن الروح والأديان وكل هذه الأشياء لا قيمة لها. يعني بحاول كل التوليفة دي بعرضها في صورة برضو يعني تاريخية معاصرة، وده ميكس جديد شوية، مش كلها تاريخ. واتمنى ان شاء الله، وعلمية برضو، تاريخ وعلم وواقع دلوقتي. أتمنى بإذن الله أن هي تكون تجربة مختلفة، وهي فعلا تجربة مختلفة بالنسبة لي، سواء في الكتابة أو في طريقة الكتابة وطريقة الطرح. أتمنى إن شاء الله تعجب الناس يعني. إن شاء الله. حطيت اسمها ولا لسه عنوانها يعني فيها كذا عنوان مبدئي كده، ما استقرناش على العنوان النهائي. مع الأستاذ هاني برضه إن شاء الله. إن شاء الله. يعني أتمنى إن الرواية الثالثة بقى هتبقى الرواية الثالثة إن شاء الله. يعني تكون برضو في نفس يعني قلق وجمال وفتنة الروايتين الأولى والثانية يعني. يا رب. وطبعا نتمنى إن احنا نبارك لك على جائزة الشيخ زايد قريب جدا. أتمنى. وعايز أعرف منك بقى الحلم اللي انت، يعني الحلم العام والحلم الخاص اللي انت بتعيشه. خلينا نبدأ الحلم الخاص الأول. يعني لو حلم خاص، أنا أتمنى يعني كل الأفكار يعني اللي أؤمن بيها إن هي تنتقل إلى الورق وإن هي تسجل. يعني أجمل ما في الكتابة واللي أسعدني قوي، وده قاله لي برضو بعض يعني الناس المثقفين اللي بقابلهم برا مصر وكده. كان أحد الشخصيات المهمة يعني في الإمارات قال لي أجمل ما في كتبك اللي طلعت مؤخرا دي إنك أنت مؤمن بالأفكار دي من زمان، بس أخيرا أنت سجلتها وطرحتها. وده عظمة وجمال الكتاب، إن يكون فكرة أنا بتكلم فيها مع نفسي، بعد فترة تصبح هذه الفكرة متبناه والناس متقبلاها وبتؤمن بيها. ده شيء جميل قوي. فحلمي الخاص إن يعني ما لدي من أو ما تبقى من أفكار أن يتاح لي الوقت إن أنا أطرحها، يعني في صورة روايات أو في صورة كتابات أو مقالات. ثانيا الحلم العام، يعني أتمنى فعلا
أن نصل إلى مرحلة الهوية الإنسانية الحقيقية اللي احنا بنتمناها، مم. أن يكون في مجتمع يؤمن بهذه الهوية كأساس مشترك بين البشر جميعا. يعني ما نلاقيش هذه الصراعات العنصرية، الإبادة الجماعية مم. التي ما زالت تمارس حتى الآن مم. ضد طوائف مختلفة من البشر وبأسس يعني ما قبل العصور الوسطى، يعني بأفكار يعني وضعت في عصور قديمة وما زالت تتحكم في سلوكيات الناس مع بعضها، زالت تتحكم في إبادة شعوب زي اللي بنشوفه دلوقتي. أتمنى أن يعم السلام، تعم الإنسانية، هذه الهوية الإنسانية التي تحترم التنوع ولا تمحوه، يعني ودي أهم حاجة يعني. فربنا يعني أتمنى أن يحصل يعني في يوم من الأيام. أنا بشاركك الحلم ده الحقيقة، الهوية الإنسانية اللي فعلا لو وجدت ما كان كل هذه الصراعات وكل هذه الدماء التي تسيل في أكتر من بقعة في العالم، يعني لأنه يعني الصراعات اللي قايمة على يعني بسبب صراع الهويات وتصارعها، وليس يعني التفاهم بينها أو الحوار بينها، هي اللي أدت بينا إلى هذا يعني. فأتمنى إن حلمك العام ده يتحقق ونعيش الحياة كما يجب أن تعيش. وطبعا الحلم الآخر اللي كلمت عن الإنسان الرقمي ده برضو ده شيء بيؤرقني جدا، إن إحنا هنتحول إلى آلة كلنا. وكان في فيلم أجنبي جميل جدا اسمه هير، الإنسان حب الآلة يعني خلاص عاش مع الآلة وهي كان ما يعرفش انت شفته ولا لا، كانت واحدة يعني في يعني هو دلوقتي طبعا مع الثورة الرقمية دي في كذا في فيلم جميل اسمه ذا كرييتور. فيلم ذا كرييتور، وفيلم يعني خطير، فيلم اسمه الخالق. فالفيلم حتى اسمه مثير جدا، وبيحكي كيف أن الإنسان بعد ما خلق الذكاء الصناعي والإنسان الآلي والكلام ده كله، أنكر الإنسان الآلي ده وجود هذا الإنسان الطبيعي اللي اخترعه، وابتدى نوع من أنواع الصراع بيننا وبين الإنسان الآلي. الصراع القادم بقى، ربنا يستر. ربنا يستر. أنا بتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى إن اسمك وأعمالك الجميلة الرائعة تصل إلى آفاق العالمية، جائزة الشيخ زايد طبعا أول، وأنا بتوقع لك جائزة نوبل إن شاء الله، تبقى الأديب الثاني المصري الذي يحصل عليها إن شاء الله. ربنا يخليك. أنا كنت سعيدة جدا بوقتنا معاك النهاردة، وأتمنى إن احنا نجدد اللقاء دايما في حوارات قادمة إن شاء الله. شكرا دكتورة. بشكرك إنك نورتنا في روايات بودكاست، وفي انتظار الرواية الجديدة، وفي انتظار عهد دميانا على الشاشة إن شاء الله. شكرا دكتورة نوال، وسعيد بروايات بودكاست وبوجودي تاني في المؤسسة العربية الحديثة، واللي ليها فضل كبير جدا في تشكيل بداياتي أيضا في القراءة، بالروايات اللي كانت بتنشرها، بالألغاز، بالحاجات الجميلة اللي كانت بتنشر في المؤسسة العربية الحديثة. فشكرا لحضرتك، وسعيد جدا بوجودي في البودكاست النهاردة. شكرا ليك، ألف شكر. شكرا. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من روايات بودكاست.